السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ انتوا واخدين بالكم ان صحابنا اللي في الجامعة ممكن هما يغيروا حياتنا كلها، ممكن يرفعونا لفوق او ينزلونا لتحت. على فكرة ده بيبدأ كمان من اول في الجامعة. ابصوا النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي نختار صحاب الجامعة الصح، وازاي نعرف الفرق بين الصحاب اللي هيشجعوكوا واللي ممكن يضيعوكوا. انا متخرجة من جامعة حلوان، متخرجة بقالي 7 سنين. بصوا، اول حاجة عايزة اكلمكم عليها دي اصلا صحاب في الجامعة مهمين. بص، هي الجامعة دي أصلا بعد ما نخلص ثانوية عامة وندخل جامعة، يعتبر احنا يعني بنخلص فترة المراهقة، بنبتدي فترة جديدة. فالجامعة بتبقى فترة تكوين شخصيتك أصلا، وكمان احنا بنقابل ناس من خلفيات مختلفة. دي أول حاجة. تاني حاجة، الصحاب أصلا ممكن يكونوا إن هما يدعمونا، يخلونا نذاكر أكتر، في الامتحانات نشجع بعض، كل واحد مثلا بياخد جزء أو حاجة. كمان دي طرقنا احنا ممكن نستفاد منهم، او حتى في وقت الجامعة ان هم يفتحوا لنا فرص للشغل او التدريب. المعارف الكتير بتنفع، حتى لو ما نفعتش في وقتها او في الوقت اللي انت بتبقى عارف فيه شخص، بعدين ممكن ان انت تستغله طبعا. مش تستغله ان هو حاجة وحشة، لا، ان هو عشان عارفك فمثلا يقدمك للفرصة اللي قدامه، ده بيكون سهل. وعايزين كمان نختارهم مش لدرجة طبعا ان هم كانوا بيذاكروا او سايبين كل حاجة خالص لوقت الامتحان. انا كليتي ما كانتش كلية عملية، فما كنتش محتاجة انزل كتير، بس كنت بنزل كتير علشان في صحابي موجودين. عايزة اقول لكم في ناس دخلوا الجامعة وكانوا شاطرين جدا جدا، بس هم لما اختاروا الناس الغلط بقوا مليين وضيعوا سنين من عمرهم بسبب الاهمال بتاعهم. ويا ريت واحنا بنختار صحاب الجامعة يكون لينا معايير واحنا بنختارهم، مش عشان انا قاعدة لوحدي او قاعد لوحدي اندمج مع ناس مش شبهي ومش زي شخصيتي. لا، لازم يكونوا شبهي. دي اول حاجة طبعا هختارها فيهم. واحنا بندور عليهم هنختار ناس عندها اخلاق، تكون متربية تربيتها زي تربيتنا على الاقل. الشخص اللي بيكون عنده مبادئ او اخلاق بيحترم غيره. كمان وانتوا بتختاروهم خلوا بالكوا ان هما يكونوا ناس ايجابيين. بجد بيفرق عموما في الحياة، مش بس في مرحلة الجامعة، لا ده على طول. آه اللي بيهون عليك الحاجات الصعبة، لأن في أوقات كتير جدا هتعدوها وهتتزنقوا في ميد ترم وهتديروا في آخر السنة. فيبقى وقت كتير انت أصلا داون، فمحتاج حد ان هو يديك طاقة عشان تقوم شوية. فهيفرق معانا لو الشخص اللي حواليا شخص إيجابي أو سلبي. وكمان نحاول ان احنا نختار ونخلي بالنا من الأشخاص. الناس الصادقة ان هي بس بتقولك الحقيقة في وشك، مش بس ان هي تطبطب عليك وتمشي معاك في الغلط، لا. وطبعا لازم نعمل حدود بينا وبينهم، ويكون في خصوصية طبعا. ده عموما في الحياة، مش بس دول. وكمان هقولك انا كنت بعمل ايه. بس انا كليتي ما كانتش عملية زي ما قلت لكم، فما كنتش محتاجة مجهود كبير في المذاكرة او كده. بس لو انت كليتك عملية او لو انت كليتك عملية هيفرق معاكم صحاب قوي. يعني مثلا ممكن نلاقي ناس صحابك يقولوا لك يلا نفكس للمحاضرة دي، وواحد تاني يقول لك لا تعالى يا عم نحضر نخلص اللي ورانا وبعدين نخرج بعد كده. تفتكروا انهي صاحب اللي هينفعك على المدى الطويل، خاصة لو كلية عملية؟ الحاجات اللي بناخدها في الجامعة او اللي بتاخدوها في الجامعة بتنفعكوا بعدين، مش بس ان هو تقدير، لا، ان حاجات تبقى مذاكرها وعارفها وفاهمها. لان بعدين في اي كلية عملية هما مش بس بيشوفوا بشهادة او بيكتفوا بشهادة، لا، هما بيهتموا ان انت يبقى عندك المهارة دي اصلا. حاولوا تخلوا بالكم في اختياركم، لان هو هيأثر عليكم في الفترة دي وهيأثر على شخصيتكم بعدين، حتى لو الشخص سابكم. وانتوا بتختاروا الناس ما تختاروش ناس مؤذية. ما تختاروش ناس لسانها فظ او طريقتها مش احسن حاجة يعني. وطول الوقت فكروا ان انا اقعد لوحدي، بس اكون شخص كويس او زي ما انا افضل من ان انا اكون مع الناس الغلط. وهيقللوا مني وهيغيروا من شخصيتي. عايزه اقول لك بقى حاجه، واحنا قاعدين في الجامعه يعني هتلاقوا كذا نوع من الصحاب في نفس الشله او في نفس الجروب. عارفين زي شله طارق كامب وكده، هتلاقوا بقى هناك الحاجات دي موجوده في الجامعه. بس تلاقوا بقى ايه، الصحاب الجدعان دول بيساعدوك على طول في اي حاجه، في كويز، في ميد تيرم، في اي حاجه مذاكرينها ملخصات هيدوكوا. هتلاقوا صحاب بتوع المصلحه مثلا وقت ما هنسلم شيت او حاجه هتلاقيهم بيظهروا بس في الوقت ده.
كمان هنلاقي ناس الفرفوشة اللي هي اللذيذة دي. هم حلوين طبعا طول الوقت، بس ده ايه، تاخدوهم كتضييع وقت، مش هتاخدوهم صحاب طول الوقت. في بقى هتلاقي الناس الدحيحة قوي ان هي بتتجمعوا مع بعض، اوقات ما تشوفوهم تحسوا ان انتوا شفتوا ملخص ماشي على الارض. انتوا بتتجمعوا عشان تذاكروا او مثلا تحلوا المشاريع اللي بتكون عليكم. في طبعا الناس التوكسيك، ودول اكيد موجودين منهم في حياتكم اصلا قبل ما تدخلوا جامعة، اللي هم بيقللوا منك في اي تجمع، يتكلموا ويرمولك اي حاجة، مثلا لو تقولك ده انتي شعرك لونه حلو بس القصة دي تسعيناتي. بيرموا السم في العسل، بيقللوا منك وفي نفس الوقت بيقولوا كلام هما بيضحكوا. فاللي هو ايه ده، انتي زعلتي؟ فبتبقى دي طريقتهم. دول هتلاقيهم منهم كتير، مش بس في الجامعة ولا قبل الجامعة وبعدين، لا هو ده موجود طول ما احنا في الحياة موجودين الناس دي على طول. هتلاقوا البنات اللي تكون عايزة تبقى روشة عشان في ولاد موجودين في القعدة، وهتلاقوا الولاد اللي عايزين برضه يكونوا روشين عشان في بنات موجودة في القعدة. الأحسن طبعا تبعدوا عن الاتنين. آه الصحوبية بين الولد والبنت هي حرام. أولا أنا مش بقول إن ده حلال، بس هم حتى لو موجودين أو اتكلمتوا معاهم، خليكم عارفين متأكدين إن هم هيبقوا صحاب مرحلة بس. سواء بنات أو ولاد، على فكرة الاتنين هيكونوا صحاب مراحل، مش هيكملوا معاكوا بعدين. آه ممكن لو مثلا احنا عرفنا في فترة الجامعة 4 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين whatever الجامعة بتاعتكم كام سنة، عرفنا مثلا 10 اللي يكمل معانا بعد الجامعة ممكن واحد أو اتنين. أنا هتكلم بالنسبة للبنات، أنا الموجود معايا دلوقتي بنتين من وقت الجامعة. واحدة ممكن نتكلم يعني مرة في الشهر، والتانية ممكن كل أسبوع مرة، وشاتنج طبعا. الحياة بتبقى مطحنة بعد الجامعة وبيجوز وبيشتغل، فبكون الدنيا طبعا مش أحسن حاجة، فبتلهي الدنيا بتلهينا يعني. طب احنا نختارهم ازاي؟ في أول شهر من الجامعة اتعرفوا على ناس كتير وخلوا ليكوا على طول معارف، يعني في الكافيتيريا اتكلموا مع الموجودين، تعرفوا على زمايلكوا في السكشن في الطريق، عشان كنت في جامعة حلوان كان في أماكن بنقعد فيها. ممكن نقعد عند فيلو معامل، ممكن نقعد عند ويتش. ففي الأماكن دي فخليكم مبادرين ولما تشوفوا حد تكلموا معاه، وما تخافوش من حاجة. انت في أول شهر أو شهرين هتعرفوا ناس كتير جدا، بس مش لازم تكونوا علاقاتكم أو صحابكم من أول شهر أو من أول أسبوع. اختاروا الناس اللي شبهكم شبه اهتماماتكم. وحقيقي جملة الصاحب ساحب دي حقيقية جدا. ولو صاحبتوا ناس أقل منكم في التفكير في المستوى هينزلوا بأفكاركم. أيام الجامعة بنعمل ذكريات جميلة ما بتتعوضش. حاولوا تعملوها مع الناس الصح، وما تضيعوش وقتكم مع أي حد، وما تقبلوش بأي حد إن هو تكونوا في الشلة بتاعته أو صحابه، بس لمجرد إن انتوا ما تكونوش لوحدكم. لا، انتوا ممكن تكونوا لوحدكم افضل من ان انتوا تكونوا مع حد انتوا مش فارقين له او حد مش شبهكم. بعد ما كونتوا صحاب، حاولوا بقى ان انتوا تعملوا دواير، اللي هو صحاب قريبة، زملاء، معارف، قسموهم زي دواير كده. ما تخلوش كل الناس طبعا متساوية. حاجات بقى تعرفوا بيها صاحبكم بجد من صاحب المزيف، يكون ما بيغيرش منك. دي اول واهم علامة في الصاحب. لما يشوفك ناجح يفرح بنجاحك. لما حد يقولك كلمة كويسة ما يغيرش ان هو حد قالك كلمة كويسة. وكمان يقف جنبك لما يحصلك موقف صعب، او ان هو مثلا في وقت انت محتاجه يكون موجود معاك. عايزة اقول لكم ان انا حصل معايا موقف في اول يوم اصلا جامعة. آه، انا المحفظة بتاعتي انا مش عارفة لحد دلوقتي هي وقعت ولا حد كان جنبي خدها. بس انا محفظتي وقعت بالمصاريف بتاعة الكلية، كنت واخدة معايا اول يوم والفلوس بتاعتي كلها، ما كنتش حاطة فلوس في الشنطة غير في المحفظة. وانا من اليوم ده طبعا اتعلمت ما احطش الفلوس كلها بس في المحفظة. بس في اليوم ده انا كنت اتعرفت على بنتين والبنتين عرضوا عليا فلوس عشان اروح بيها. وده كان اول موقف من حاجات حلوة اللي فاكرانه لحد دلوقتي.
وارد حد فيكم يحصل معاه أي موقف، مش لازم طبعا لا قدر الله يحصل نفس الموقف معايا، بس مثلا في الأول محاضرة انت ما حضرتهاش عايز تاخدها منه، أي حاجة من القبيل ده اللي هو في المساعدة، وتبقى عارف ان هو لأ ده عاوز يساعد. كمان اختاروا حد يكون طول الوقت بيخلي باله عليكم وخايف على مصلحتكم، ومش بيبوظك زي ما بنقول، لا بيبقى خايف على مصلحتك، وما يكونش صاحب سوء يعني. انت كل سنة هتتعرفوا على ناس جديدة، بس حاولوا الناس اللي تتعرفوا عليهم يكونوا إضافة ليكوا، يقدروا يفيدوكوا فعلا، ما يكونش ان هو مجرد عدد خلاص زي ما قلتلكوا. وهيفيدكوا في كذا حاجة، غير ان هو هيفيدكوا ممكن في تدريب، ممكن يفيدكوا في شغل، هيفيدكوا اصلا في الكلية، في المحاضرات، لو في محاضرة ما قدرتوهاش، لو في مثلا اي سيكشن بياخد حضور او حاجة ممكن تظبطوا بعض يعني. بجد وقت الجامعة من احلى الاوقات اللي هتعدي عليكم، من احلى سنين عمركم، وهتتمنى ان هي ترجع. وبعد ما تخلصوا الكلية بتاعتكم هتقولوا ان انتوا عايزين ترجعوا تاني الكلية، فحاولوا اعملوا ذكريات كويسة، عشان تتبسطوا بعدين لما تشوفوا الصور والناس اللي كانت معاك. ما غلطتش غلطتي انا في وقت الجامعة. آه، احنا كنت تقريبا من سنة تالتة اخترت القسم بتاعي، فانا انا كنت حابة القسم بس ما كنتش حابة الناس اللي فيه، فما كنتش بتكلم معاهم وما اختلطتش معاهم خالص، خلص المحاضرة اقول سكشن وامشي. وعندي صحابي طبعا في أقسام تانية اللي معايا من سنة أولى، فكنت معاهم طول الوقت. آه بس بعدين في سنة رابعة آخر ترم تحديدا في رابعة عرفت ناس منهم وكانوا فعلا كويسين جدا جدا. وبعد الجامعة عرفت اتنين بنتين واكتشفت ان هما كانوا كويسين جدا، وانا كنت بانية فكرة غلط اصلا عليهم. كنت المفروض احكم على الناس من غير ما اصلا اتعامل معاهم، او ان انا اشوف منهم مواقف بس لمجرد ان انا شايفاهم ناس قفيلة، او ان انا شايفاهم عيال دحيحة ورخمة. انا كنت شايفة كده، فالحقيقة انا كنت غلطانة في نظرتي دي. وبعدين طبعا ندمت لان كان ممكن اطلع بناس طبعا اكتر من معايا دلوقتي، وناس يكونوا برضو احسن. بس الحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل. فانتوا تعرفوا على ناس كتير وخلوا عندكوا كذا دايرة المعارف بتاعتكوا، وحاولوا تختاروهم. طبعا مش معنى ان احنا نتعرف على ناس كتير ان احنا ندخل اي حد حياتنا، لا خالص. اللي اقصده بكلامي ان احنا نتعرف ناس كتير ويبقى نختار منهم، فيفضل معانا احسن الناس اللي موجودة. بس كده انا خلصت الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ولو شايفين ان هو فات حد شاركوه معايا. ولو وصلت لحد الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. استنوني الفيديو جاي.